كيفاش كتكون البشره ديالنا فاش كيكون الحاجز ديالها مدمر؟ اجي نقول لي هذا ماشي حاجز بشره مدمر، هذه حبوب بكتيريه، وباش نوقفوها خصنا نستعملوا مضاد بكتيريا صحيح. وهذه ماشي دمار ديال الحاجز البشره، هذه حبوب فطريه كتكاثر مع الخمائر اللي عندنا في البشره، ويمكن انها تزاد بزاف في الصيف. ما كنعالجوهاش بمرطبات، خصنا نعالجوها بمضادات فطريه صحيحه لمده 2 سيمانات على الاقل. وهذه ماشي حاجز بشره مدمر، هذه الورديه. وباش نخفوها خصنا نقللوا الاعراض اللي كتهيج لنا البشره بحال الماء سخون او لا المواد اللي فيها عطور او كحول. وهذا ماشي حاجز بشره مدمر، هذه بشره جافه داخليا، وكيخصنا نستخدموا مواد كتخزن لنا الرطوبه داخليا بحال الهيلورونيك اسيد. اكثر خطا كطيحوا فيه وكنشوفوا يوميا هو اي حاجه كطرنا في البشره ديالنا يعني كتساوي لنا دمار ديال الحاجز، وهذا خطا. خصكم تفرقوا ما بين دمار ديال الحاجز البشره او البشره فيها غير جفاف بسيط او تهيج خفيف، واللي نقدروا نصلحوه بسهوله بكريمات مرممه ومهدئه. هادشي علاش خصكم تبقاو تردوا البال. ولا عندك اي كيسيون خليها لي في الكومونتير.